بلقائكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي برنامج المجلة، الذي نقف فيه وإياكم على أهم الأحداث الدينية والثقافية التي طبعت هذا الأسبوع، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الروبورتاجات التي يسهر على إعدادها الطاقم الصحفي للبرنامج، والتي نرجو أن تنال رضاكم. نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تزامنا وأحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، مبادرة تلقفها المجتمع المدني عبر كامل التراب الوطني بتنظيم نشاطات ثقافية ومحاضرات ومسابقات في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة. بلدية عين طايا هي إحدى البلديات التي لبت الدعوة، زارها زميلنا إبراهيم بوضياف ووقف على الاحتفال الخاص بهذه المناسبة بهذه البلدية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هكذا أراد أن يجتمع أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة لنبي تشيد به الدنيا برمتها من عرب وعجم. هو شهر مولده أحيته بلدية عين طايا بهذا الحفل المميز حبا ونصرة للنبي الأكرم. فكرة شهر نصرة النبي عليه الصلاة والسلام جاتنا بموجب منشور وزاري من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وإحنا شئنا أنه نعطوا الحدث القيمة تاعو، أنه المواطن في بلدية عين طايا يسمع بشهر نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نشاركوا في هذه المبادرة الحسنة تاع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. لهذا الغرض سطرنا برنامج عدة فعاليات على قدر واش قدرنا نديروا، معرض الكتاب، درنا اختتان الأطفال معوزين، درنا نسقنا مع الكشافة الإسلامية لإعداد قافلة كشفية تجول في أحياء بلدية عين طايا توزع مطويات كنا أعددناها وضبعناها فيما يخص نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لهجت به ألسنة فرقة الإسراء، شنفت مسامع الحضور. حتى يبقى حبه ونهجه في حياة كل مسلم. كرم في هذا الحفل العديد من حفظة كتاب الله. أشعر بالمفخرة لوالدي الكرام وبالفرح والسرور، وأنا أشعر بالفخر لوالدي ولأساتذتي، وأنا سعيدة بهذه الجوائز القيمة. أتمنى أن أتابع على هذا المنوال وأتمم كتابها الله تعالى، لأنه يأتي شفيعا يوم القيامة. المبادرة استحسنها الحضور، جددت في قلوبهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مبادرة طيبة، والتظاهرة لقيت صدى في بلدية عين طايا. مثل هذه التظاهرة تمنح للتلميذ، تمنح للطالب قدوة حسنة، تمنح له فرصة للبحث وللتعرف أكثر على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. حب النبي في دمائنا يسير، وبذكره يفوح العبير، فمهما مدحناه وذكرناه فهو كنز محفوظ لا يوفيه حقه أي كلام، وعلما شامخا لا تنصفه الأقلام، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.